البوست اللي حضراتكم شفتوه والصورة دي نازلين على صفحة الأستاذ عبد الله رشدي، اللي بيوصف المرأة أو البنت المصرية اللي بتنزل تشتغل إن هي بتنزل تهتم بمديرها وبتعمل له مساج، وإنها في البيت ما بتكونش كده مع جوزها. الأستاذ عبد الله رشدي يسيء للمرأة والبنت المصرية. الأستاذ عبد الله رشدي يحقر من قيمة ومكانة المرأة أو الفتاة المصرية كشريكة في المجتمع وفي الحياة. وأنا هنا بتساءل، لماذا تصمت الدولة عن أفعال وأقوال عبد الله رشدي؟ البوست ده في منتهى الإساءة لمصر وشعبها، بوست يحرض على الفتنة والريبة والشكوك. عبد الله رشدي بيوصف المرأة أو البنت المصرية اللي نزلت مجال العمل كالجارية لمديرها أو كالعاهرة، والاتنين في منتهى الإساءة لأي بنت أو امرأة مصرية. بوست يحرض الشكوك في أي نفس ضعيفة، بوست ممكن يخلي أي إنسان متشدد الفكر أو عنده غلو إنه يمنع بنته أو زوجته أو أخته إن ينزلوا المجال العمل. المنشور ده يؤصل للدولة الدينية. مش ممكن في 2024 بيتم التفكير من هذا المنطلق. عبد الله رشدي من التعليق اللي كتبه كأنه يصف سوق العمل في مصر بالنخاسة. مش ممكن يا جماعة السكوت على هذا الرجل. فعلا أمر غريب جدا. المرأة المصرية بتشتغل علشان تثبت ذاتها وتحقق طموحها، شريكة في الحياة والمجتمع، ليها نفس الحقوق والواجبات اللي للرجل. أنا مش عارف ليه التحقير من المرأة. لازم يبقى في وقفة من الدولة ومؤسساتها والمجلس القومي لحقوق المرأة، وكل بنت وامرأة مصرية تنتفض دفاعا عن كرامتها. تصوير المرأة كأنها عاهرة في مجال العمل وإنها بتمارس أسلوب رخيص من الدنو لإرضاء مديرها والتقرب ليه إنها تعمل له مساج. إيه الرخص ده؟ إيه الحقارة دي؟ أنا نفسي الدولة تنتبه لخطورة الفكر اللي بيروج ليه عبد الله رشدي وكل من هم على شاكلته. الدولة دي لو ما فقتش لخطورة الأفكار دي، خلال 20 سنة هنشوف طالبان أخرى في جمهورية مصر العربية. أنا بحذر لأن الأصولية اللي بالمنظر ده والتفكير الراجعي ده آخرته دولة دينية متطرفة، وهتبقى خطر على الدولة المصرية والشعب المصري. يجب ألا يمر هذا البوست دون مساءلة أو حساب لعبد الله رشدي عن إهانته لكل امرأة وفتاة مصرية.